طب لما ربنا يعبر عن القصص ده بان ده الحق، فربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمعش اي كلام تاني. يعني لما يقولوا لك اي شيء مخالف للي انا بقوله لك ده غير حقيقي، لانه هو سبحانه اي بني ادم بيقول هو معرض للصدق والكذب. هو الخبر هو ايه؟ تعريف الخبر في اللغة العربية كلام ينطبق عليه الصدق او الكذب. يعني ممكن يكون حق وممكن يكون باطل، ممكن يكون صادق وممكن يكون كاذب. لكن بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى إن هذا لهو القصص الحق. فليه من عند ربنا الخبر الحق؟ لأنه هو اللي خالق، فهو اللي عارف الماضي وهو اللي عارف الحاضر وهو اللي عارف المستقبل. هو اللي حضر سيدنا إبراهيم وهو اللي حضر سيدنا موسى وهو اللي حضر سيدنا عيسى. هو اللي أنزل التوراة وهو اللي أنزل الإنجيل وهو اللي أنزل الزبور وهو اللي أنزل صحف إبراهيم وهو اللي أنزل القرآن. علشان كده احنا دايما بنقول للناس ما تاخدش مفاهيم الدين أو التشريع الإلهي من حد من البشر. خد مفاهيم التشريع الإلهي من المشرع سبحانه وتعالى. شوف المشرع قال لك إيه، اللي هو ربنا اللي خلق، وامشي على منهج ربنا سبحانه وتعالى. أحيانا بقى البشر، عشان كده هنشوف في الآيات اللي جاية يلوون ألسنتهم، يعني يبدأوا بقى إيه، ياخدوا يحرفوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يغيروا المعنى، يبدلوا المعاني، يبدلوا المفاهيم، ينشروا الفتن بعيدا عن الاصل اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه. فما دام ربنا قال لك هو ده الحق، يبقى ان هذا لهو القصص الحق. طبعا متعلق اكثر بقضيه سيدنا عيسى عليه السلام، اللي هو محور الصوره الكامله اللي هي سوره ال عمران، لما نصارى نجران راحوا يناقشوا سيدنا النبي في القضيه. فربنا قال لسيدنا محمد ان هذا لهو القصص الحق. وعشان يعني تنتهي القضيه، وما من اله الا الله. وما من إله إلا الله، ربنا بيرجعنا لقضية التوحيد اللي هي لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. نفي ما يستحيل كونه وإثبات ما يستحيل فقده. لا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع ولا معز ولا مذل، ولا حد بيتحكم في أرزاقك ولا حد بيتحكم في أفلاك ولا حد بيتحكم في روحك ولا حد بيتحكم في مبادئك وحياتك إلا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الحبة وبرأ النسمة. فقال وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، أي أنه سبحانه وتعالى هو العزيز في ملكه، العزيز في حكمه، العزيز في سلطانه، الحكيم في قدرته وفي إرادته وفي تصاريفه بين خلقه. فده ياخد نبوة وده ياخد رسالة وده ياخد كرامة وده ياخد كذا، وده يبقى عبد وده يبقى نبي وده يبقى رسول، وده يجمع بين النبوة والرسالة. فده اسمه تمام الحكمة وتمام العزة، إن هو سبحانه وتعالى هو اللي بيمنح ده النبوة وبيمنح ده الرسالة ويسلب ده الملك ويمنح ده الملك. ده الحكمة في الخلق.